يو السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. بون كاينه واحد لا كيسيون اللي تكررت عندي بزاف، انه وحده تكون تخلص منحه البطاله والزوج تاعها من بعد هو ما يكونش خدام ومن بعد يحكم خدمه ويتسورى. يعني هنايا واش لازم عليها دير؟ اسكو ترجع ما ترجعش؟ بون كي نحكي لكم على هذه الحالات ما يهمش سواء الزوج ولا الزوجه، حنا راحت فينا طبيعه انه نضربوا المثل دائما بالزوج انه هو اللي يكون خدام ومسوري. يعني نفس الشيء اذا كان الزوج مش خدام والزوجه تاعو مسوريه ولا دخلت تخدم وتسورت، نفس الحالات يعني غير كيف ما كانش هذيك زعما تاع الراجل ولا المراه. حنا دائما نضربوا المثل بالراجل. بون ما علينا، انه وحده كتخلص منحه البطاله والزوجه تاعها تسوره. مثلا احنا رانا في شهر جوان داخلين على شهر جوي. قال الزوج تاعها تسوره من تاريخ 1 جويلية، يعني راح تبقى تخلص من حتى البطاله. لو كان ما تروحش هي ديكلاري وتوقفها ما راحش توقف لها، يعني راح تقعد تخلص فيها. مثلا تخلص شهر جويي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر حتى مثلا نهايه ديسمبر، حتى ديسمبر يوقفوها لها. هنا كيوقفوها لها تتعلق تلقائيا. شي يقولوا لها؟ ترومبورسي الاشهر من تاريخ اللي بدات لاسيرونس تاع راجلها. يعني راجلها من وين تبدا يخدم؟ بدا من برومي جوي، يعني ترد من جوي حتى لاخر شهر خلصاته باش تكونوا في الصوره. يعني ماذا بكم باش ما يقولوا لكمش رجعوا وطيحوا في ديكا كيما هكا. الزوج تاعك ولا الزوجه تاعك اذا دخلوا يخدموا وتسوراو، يعني من اول شهر روحوا ديكلارو في لانام. قال انا الزوجه تاعي ولا الزوج تاعي ولا راه خدام فوالا فوالا، يوقفوها لك تو سويت وما يطالبوك باه ترجع بوالو. يعني حقك كنت تدي فيه. كاين ناس اللي بعض الحالات جاتني خايفين تقول لك انا الزوج تاعي دخل يخدم، اسكو كيوقفوها لي رجع كاع؟ لا، ما ترجعيش كاع. اذا ديكلاريتي ما ترجعي والو، اذا ما ديكلاريتيش كما نقولوا حنايا قاعد في الروطه راحت لك في الروطه، ترومبورسي الاشهر من تاريخ بدايه رقم الضمان الاجتماعي تاع الزوج تاعك. يعني من النهار اللي تسوري فيه من ثم يبداو يحسبوا لك. هذه ان شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع اللي جيت نحكي فيه، وما تريسكوش لانه الدوله راكم عارفين ما معاش اللاعب، وفي عوض ما تطيحوا في هذو الحالات نتمناو من الناس يصفوا كاع اموراتهم. يعني اللي راه يخلص فيها غير قانونيا ماذا بكم؟ يعني انا شوفوا كاين بزاف ناس جيت تلومك ولا تقول لك كيفاش ولا علاش. انا هنا مجرد نصيحه لوجه الله، باسكو من بعد كطيحوا في واحد الحالات اللي راهم طايحين فيهم بزاف ناس اللي دروك راهم يبكوا. تعرفوا واش راني نقول لكم؟ يعني حنا كي رانا ننصحوا فيكم دروك باسكو علاش يقول لك الدراهم تعمي، الدراهم تعمي الانسان. ولكن في عوض ما تطيحوا في ذو الحالات رانا ننبهوا فيكم ونوجهوكم واش ديروا. يعني هنا دروك تبقى على كل واحد شخصيته كيفاش. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع اللي جينا نحكوا فيه، واي سؤال اي استفسار سواء تخلونا في لي كومونتير سواء ترسلونا في البريفي. والسلام عليكم.